أنا شايفك عمال تلف وزهقان ومش عاجبك الوضع اللي أنت فيه، بس الناس منقسمة على حالين، دي وخلاص وسلِّم باللي ربنا اختاره له، دي مش كُلّيتي وأنا اتظلمت، والشيطان بقى خلاص دخل في الموضوع. أنت عندك وقت اللي في كُلّية الطب بيتمنى ربعه، ولازم تسعى عشان خاطر تلاقي الخير اللي ربنا كاتبه لك في الآخر. أنا شايفك عمّال تلِف وزهقان ومش عاجبك الوضع اللي أنت فيه، ومش راضي بحالك وباللي ربنا اختاره لك، بس تعمل إيه؟ أنا عارف إن كلنا دخلنا الكلية وخلاص عدّى أسبوع، واللي كان عاوز يحوّل حوّل، وخلاص يعني يعتبر الوضع استقر، وكل واحد إيه بقى عارف الكلية اللي هو هيكمّل فيها، بس الناس منقسمة على حالين، واحد دخل الكلية اللي هو كان بيحلم بيها وحقق حلمه، والتاني دخل كلية هو مش راضي عنها وشايف إن دي مش هي اللي كان بيحلم بيها، ومش عارف يمشي فيها. اللي حقق حلمه ده خلاص راضي عن اللي ربنا اختاره له، خلاص مكمّل فيه وربنا يوفقه. أمّا بقى اللي دخل كلية مش عاجباه، فدول منقسمين على حالين، واحد منهم رضي وخلاص وسلِّم باللي ربنا اختاره له وخلق لنفسه حلم جديد، وهيشتغل على نفسه وهيحقق حلمه إن شاء الله، وواحد تاني لسه في دوامة أنا دي مش كليتي وأنا اتظلمت، وواحد تاني خد حقي، ومش عارف فلان غش ودخل الكلية اللي هو عاوزها ومش عارف إيه، وأنا ما ربنا ما وفقنيش وربنا ما بيحبنيش ودوامة بقى من الأفكار، والشيطان بقى خلاص دخل في الموضوع وأقنعك إن ربنا مش بيحبك وإن ده مش مكانك، وإن ربنا لو كان بيحبك كان دخلك الكلية اللي أنت عاوزها وكان استجاب لدعوتك. بس ده غلط. الصح إن اللي ربنا اختاره لك هو طبعًا الخير ليك، بس أنت لازم تسعى وتشتغل على نفسك عشان خاطر توصل للخير اللي ربنا كاتبه لك، لأن ما فيش خير بييجي من غير سعي. أنا برضه جاي أقول لك إن كليتك أحسن من كلية طب، أي نعم مش أحسن في كل حاجة، بس فيها حاجات أحسن من كلية طب. طيب زي إيه يا دكتور؟ أنت عندك وقت اللي في كلية الطب بيتمنى ربعه. يعني أنا مثلًا واحد في كلية طِب مشكلتي الكبيرة في الوقت، إن الوقت قدّامي مش كافي إن أنا أتعلّم مهارة جديدة أو إن أنا أتعلّم مهارتين، ما فيش وقت إن أنا أتعلّم مهارة جديدة أصلًا. طيب اللي في كلية بقى تانية مش طبية أو مش عملية، إن هو عنده وقت إن هو يتعلّم مهارة ويبقى خبرة فيها ويكسب بالدولار وإن هو لسه في تانية كلية أو تالتة كلية، بس الفكرة إن هو يصبر على نَفْسه، ولازم تسعى عشان خاطر تلاقي الخير اللي ربنا كاتبه لك في الآخر. واعرف إن أحسن حاجة في الكلية اللي أنت فيها هي الوقت، يعني الوقت ده لو استغلّيته صح في إيدك إنك تبقى أحسن من دكتور، وفي النهاية أنت لازم ترضى بقضاء ربنا، ولازم ترضى باللي ربنا كاتبه لك، وأكيد اللي ربنا كاتبه لك هو الخير، وربنا بيقول لك تشاء يا عبدي وأشاء فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك ما تشاء، فلازم تستقبل قضاء ربنا بنفس راضية وترضى باللي ربنا كاتبه لك. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو واشتراك، والسلام.